اسمي راكان حسين السمحي. اسمي الحركي راكان سعيش. مواليد 1990. ولدت بالحسكة، بعدين انتقلنا على منطقة اسمها العريش، منطقة من قرى الشدادي طبعا. ترعرعت بيها، درست طفولتي بيها، كنت بيها طفولتي، يعني كانت ما أقول إنه صعبة، طفولة يعني عادية مثل كل أطفال العالم يعني. وصلت طبعا، فتت للمدرسة، وصلت للصف التاسع، بس طبعا الظروف شوي ما سمحت انه اكمل او اخذ شهادة التاسع، طبعا ما اخذ، سمحت الظروف. انه كان شيء وضعنا يعني شوي مو الوضع اللي كان شوي، وضعنا كان ممتاز او وسط، يعني لا هو وسط ولا هو ضعيف، يعني في مجال انه اساعد اهلي بالزراعة طبعا، او كان عندي شغل ثاني اشتغل شلون اريد اقول لك اياها، مثل معقم معاملات، يعني مشان سيارات او شيء، تسيير سيارات، معاملات سيارات. صارت الاحداث ما قدرت، يعني خلصت عسكريه، ما قدرت انه اطلع على مكان او شيء، صارت احتياط علينا، يعني اذا مثل ما يقولون الخارج منها مولود والداخل عليها مفقود. فشوي تعسرت الأمور علينا، فانتقلت على لبنان. لما رحت على لبنان طبعا اشتغلنا بالنجارة. أول شيء لقيت صعوبات بالعمل أو بالسكن أو المعاملة اللي كانت نتعامل بها كسوريين، أو مثلا نقول كنازحين هناك، مو نقول كهاي كنازحين هناك، تنمر علينا من قبل اللبنانيين علينا، يعني انه كسوري او كوضع انه مأساوي بسوريا وجو هنا وما ظل شغل للبنانيين، واحنا اخذنا وضعهم دورهم كشغل. فاشتغلنا بمناطق خطرة يعني بالنجارة، يعني مكانات حافة عالية، يعني تقريبا البناية كنا نشتغل بيها تقريبا 53 طابق، نوقف على حافة، يعني اي خشبة او شيء دايعت ارتمينا لتحت، يعني هاوية. فاحيانا نقعد نتكلم بين بعضنا، يعني احنا كشباب موجودين بالغرفة، يعني الأيمت الوضع هذا بده يظل، الأيمت بدنا نظل هيك متغربين عن الأهل يعني. فقررت أنا ورفقاتي، يعني بي من الرفاق، يعني طبعا أصحابي أصدقائي قالوا تعال نروح نرجع، يكفي يعني، صار يكفي، يعني واحد صار له أكثر من 2 أو 3، يعني يكفي، يعني النفسية تعبت، نفسية الشخص لما يتغرب بأي مكان بعيد يتعب نفسيته تتعب. صارت خطورة بالرجعة بالنسبة للنظام لرجعتنا، أنه واحد عليه احتياط، يعني مثل ما قلت بالبداية أنه الداخل عليها مفقود والخارج منها مولود. شوي تأخرنا بالوصول للبيت من الجهات الأمنية طبعا، أول ده سابقا عند النظام، لأنه الرشاوي كانت موجودة. قدرنا طبعا نوصل لمنطقتنا هون بالحسكة. طبعا تعب نفسي لما كانت الدواعش كانوا موجودون هون، يعني حتى واحد كان يتأثر، وصعوبات يعني موجودة كمعيشة، كذهاب وإياب ورجعة وشيء، يعني حتى لما كنا نروح على المدينة على الحسكة، طبعا شوي واحد انه نفسيته تتعب، يعني ما كان شباب، يعني لما نكون شباب مجال عمل او مجال إعانة للأهل او لنفسه هو ما كان موجود. طبعا كان بي لي رفاق يعني موجودين، يعني شفت المعاملة بين بعضهم كروح رفاقية، كروح يعني رفاقية وأصدقاء يعني لأبعد الحدود. يعني كنت أجلس معاهم يعني بلحظات إنه أحيانا يكون عندهم دوام أو إشي، ما يكونون إنه متواجدين بكل أحيانا. نروح أحيانا نقعد معاهم نحكي عن شغلات يعني
عن شلون يتعاملون مع الناس، شلون روحاتهم وجياتهم ودوامهم، كيف العمل، شلون تعاملهم مع بعض. شيء جذبني لهم لانه اروح ننتسب. تألمت شوي من النظام، من الدولة، من النظام القديم، انه معاملتهم الترهيب بشكل عام، يعني الترهيب شيء مو طبيعي. لما على الحواجز، لما عديت، لما اجيت من سفري من لبنان، طبعا تآسيت شوي وعانيت. يعني حتى كانت اكثرية اللي عملته واللي اشتغلته راح للحواجز او راح يعني مثل السلب منه، يعني انه خلاص اعطي مصاري وعدي. يعني ما تقدر انه تخبي مصاريك او تكون حر بنفسك. اما هنا مع الرفاق، يعني قبل ما انضم طبعا، يعني شفت المعامله بين بعضهم، يعني اخوه، يعني خلاص موجودين. يعني احنا نكون احيانا موجودين، اكون معاهم موجود اكثر ما اكون موجود بالبيت. فقالوا لي انه خلاص امش معانا، يعني نكون كنا موجودين مع بعض، يعني روح رفاقيه كمزح كحكي، نكون موجودين. فانضميت. خضت طبعا احنا كنا قوات امن داخلي، ما رحت انه لجبهات او كقتال او هاي. كنا كحواجز انه نشوف المعامله شلون، انه معاملتنا نكون انه سلسه مع العالم، نكون يعني هم يكونون مرتاحين واحنا نكون مرتاحين لهم، يعني نكون الاستجابه زينه، او كمعامله انه نكون معاهم معاملتنا حيل كويسه. انه دوره تاهيليه قبل ما انه انفرز الى مكان عملي او شيء. علمونا كيف بدنا نتعامل مع العالم، ما نكون بوشوشين شوي، كابتسامه لما نكون مع العالم، نكون خلوقين مع العالم، ما نستفز العالم او نوجه لهم كلام غير لائق او شيء. فانتسبنا، خضعنا للدورة. طبعا اول ما رحت على الهاي ما كنت اعرف حدا. طبعا رفقاتي القديمين طبعا بدوامهم. انا لما رحت اجتني رفقات جداد، يعني ما بعرفهم. اول يوم ثاني يوم قمت اتعلم منهم، يعني روح الرفاقيه، انه تعرفت عليهم، اسمائهم، شلون نقعد ناكل مع بعض، نمزح، نضحك. كانوا يساعدوني طبعا، اخذوني على الطبيه وساعدوني. حتى لما كانوا يروحون على التدريب احيانا ياخذون من المدرب اذن انه يروحون يشقون علي، انه كيف صرت، كيف وضعك، الزمك شيء هاي. يعني هيك حفزني انه اكمل معاهم. حتى يعني شفت انه اسلوبهم مع العالم، يعني احيانا تجي زيارات او تجي هاي اسلوبهم مع العالم، شلون عملهم مع العالم. يعني حتى قالوا لنا يا رفاق انه لا تعمل لي مثل النظام او شيء نظام، انه يكون اسلوبك جاحد مع العالم، او تكون على الحاجز، معاملتك تكون انه لا تكون سيء، لا توجه اي كلام بذيء اللي هم. يعني تعلمنا انه نكون خلوقين. هي اهم شيء، يكون الخلق موجود، انه بالرفيق اللي قدامك او الانسان اللي قدامك تكون دائما بشوش قدامه، كلامك يكون حلو لائق مقابيلك. فبعدها شجعتني، يعني انه هالشيء اللي صار معي بالدوره، انه الروح الرفاقيه تكون موجوده معانا بكل مكان. يعني مو انه يكون الا اصدقاء يكونون موجودين، يعني يكون اي واحد، اي شخص تتعرف عليه يكون سلس معه، او تكون ابتسامتك عليه. يعني مو انه تكون سيء او اي ظروف معيشيه تكون تاثر عليك. اول شيء فرزنا على مراكز ضمن المدينه. نشوف احيانا مشاكل بين المدنيه او بين الناس اللي موجوده حول النقطه. يعني احيانا نتدخل، نكون في حل وسيط، انه نساعد مثلا. خلاص انه مشكله، او احنا نقولها بالعاميه كونه، نروح نحل بيناتهم. يعني مو كانه او انه
انا قوات امن داخلي لا لازم هذا اخذ هذا لا نكون حل وسيط، انه نبعد هذا بال ايش المشكله ايش هاي خيونا نعتذر من هذا، يعني نقرب بعد المشكله اللي صارت بيناتهم، انه نوصل الحل تاعي، انه ما تصير مشكله كبيره او نكبرها، خلاص نحلها بنفس الهاي ويتراضون وكل واحد يروح لعمله، لانه يعني اكثريه احيانا تصير المشاكل هي من وراء العمل. طبعا لما تخرجنا من قوات الامن الداخلي، اعطونا طبعا اول شيء اعطونا انه قبل ما نتخرج طبعا مراسيم التخريج، قالوا لنا يا رفاق انتم هلا راح تنفرزوا وراح تكونوا انتم يعني الواجهه للرفاق، وراح تكونون مسؤولين عن كلامكم، عن مسؤولين عن الشعب، قدام الشعب تكونون مسؤولين. فانفرزنا على المراكز، لحد الان السماء انه انفرزنا على العمل اللي مزبوط، نكون لسه عندنا فتره تدريب حتى بالمراكز، فتره تدريب نكون متاهلين انه نروح على حواجز او نمشي بين الناس او نكون بين المجتمع طبعا. فياخذون نروح مع الرفقات اللي احنا مركز التاهيل طبعا، نكون مع رفقات مؤهلين اكثر منا، انه شلون يحلون المشاكل بين العالم، مو كعصبيه انه اخذت هذا خلاص اخذوه على السجن، هذا كيف بدك تعامله، لا تكون لما تكون هالمشكله تكون انت حل ثالث بيناتهم، نتعرف انه كيف يتعاملون مع الناس، كيف ننطي معلومات انه كيف نكون بيناتهم حل ثالث. بعدها عاد نقلونا انه كانت نكون انه كيف فرزونا على الحواجز، او طبعا اول حمله الي على الحواجز رحت، فنطلع احيانا يعني نوبات الحرس نطلع كيف نسير الامور الدوريه السير اللي موجوده، وناس يعني كل واحد له شخصيته او له نظره شلون ينظر الينا او شلون نتعامل معاه، نكون دائما نكون الغضب اخر شيء نكون وجهه له. لما فرزنا على الحواجز طبعا كان تجينا مدنيه من ضغط العمل، احيانا يكون المقابلي شوي نفسيته صعبه، نهديه نقول له طول بالك، هدي ريح حالك نفسك، ترى ما احنا انه جايين مثل النظام نكون انه نصيح عليك او ناخذ مثلا رشاوي او شيء، طول بالك، يعني احيانا ناخذ اوراق الثبوتيات انه نتاكد انه يكون ما يكون انه عليه اي شيء اي هاي، فنقول له طول بالك ريح هدي، يعطينا الثبوتيات، نباشر عملنا، يعني عملنا هذا انه ناخذ ثبوتيات نركز عملنا تا ما يكون في خلل او يكون عالم يكونون مخربين يخربون. يعني صارت معنا حمله لما اول ما تحررت منبج، انتقلنا على منبج طبعا، قبل ما نوصل منبج احنا نروح خط ثاني، فقالوا لنا هيك العالم بدكم تحفظون الامن، يعني تا شوي العالم تاخذ وتعطي معاكم، تعطي مثلا هذا مخرب هذا مو مخرب، هذا شيء مزبوط صح او شيء، تا انه العالم ناخذ معاها ناخذ ونعطي. كانوا يخافون، كانوا يعني لما يشوفون نظره سيئه كانت من قبل النظام او من قبل الدواعش، يعني حتى شافوا معاملتنا احنا يعني شافوا نظره غير النظره اللي كانت بعقولهم، انه استياء من العالم او الشيء اللي شافوه من معاناه او صعبه من كانوا النظام او عند الدواعش.
يعني شافوا نظرة غير نظرة، يعني حبوا شلون معاملتنا مع العالم، شلون تفاهمنا مع العالم، صارت إن رفقات معاهم يروحون يرجعون علينا عن نقطة إنه شافوا هاي، قالوا إحنا بدنا نريد ننضم ونريد نشوف يعني المعاملة تغيرت، يعني شافوا نظرة غير نظرة معاملة الدواعش أو النظام، شافوا معاملة غير شيء ثاني، كشيء مثل الدواعش انه خلاص على القتل او على الضرب او على الشيء او مثل النظام على الرشوة او ابعد من هون او فورا على السجن او شيء، شافوا معاملة غير، كلام نبرة الكلام غير، المعاملة غير، فصارت انتسابات. طبعا احنا ما كنا انه نقدر انه نوجه العالم انه تعال خلاص انضم الى قوات، لانه في مراكز انه في في مراكز لها مختصة بهالشيء هذا، طبعا نبعثهم عليهم انه يعني نبعثهم نقولوا بعض مثلا نقولوا بعثوا المركز هذا بعثنا لعندكم مشان ننتسب ننضم لكم، اطفال ونسوان يعني كانوا يبكون، يعني بكي اجوا اول ما وصلوا خايفين مرتعبين، قلت لهم هدوا طول بقى ايش يعني ايش هاي؟ قال والله طلعنا من الضرب وشيء وخايفين انه لا يجونا يقتلونا او شيء، او كان لما هاي يكون يحطون دروع بشريه يعني ما نقدر نطلع على بالفرار وما قدرنا يعني. فاجيت وكان معي رفيقي قلنا لهم هدوا طولوا بالكم، ليش خايفين يعني خلاص وصلتوا الامان يعني بر امان يعني خلاص انتهى كل شيء، يعني انتم بعيدين عن الضرب او بعيدين عن القصف او اي شيء، هدوا ريحوا. فشوي انا صارت عندي معنويات يعني معنويات اكثر واكثر لما شفت الناس من بعد هالبكي وهالشيء اللي خلاهم يعني شيء واحد يقص بقلبه، يعني لما يشوف العالم الاطفال او النساء اللي كانت موجودة يعني شلون تبكي وبعدين ريحناها، يعني شوي أنا بنفسي ارتاحت. قوات قصد تروح قدامنا، طبعا احنا ما كنا نروح بالخط الأمامي، كامل كنا الخط ثاني، فيروحون لما يحررون منطقة احنا طبعا يقومون يسلمون المناطق اللي حرروها نبسط الامن انه مبسوط الامن يكون موجود بيها. في احيانا كانت رفقات الي معاهم، احيانا نروح نتواجه بين بعض ناخذ مزح، احيانا كان اي شخص لما يكون في نبرة خوف ايش ما كان اي مكان يروح عليه لازم يكون فيه هم يعني لما نوصل لعدن يعني هم يعطونا معنويات، يعني نشوفهم يضحكون يمزحون ولا كأنه في معارك أو أي شيء، يعني بين بعضهم لما نشوف المزح اللي بيناتهم أو الضحك اللي بيناتهم. لما يضحكون لما يشوف ضرب رصاص او قذايف او شيء، يعني نشوفهم يضحكون، يعني احنا ناخذ معنويات حتى منهم، حتى ناخذ معنويات منهم، نقول عادي يعني رفقات هيك يعني خلاص احنا مثلنا مثلهم، يعني خلاص احنا نبسط الامن هنا هم يروحون يتقدمون لقدام، فنبسط الامن بالقريه يعني او المنطقه اللي نكون بيها، نعطي بعض البعض معنويات، يعني حتى إذا كانت معنوياتنا صفر أو نكون 50% هم يعطونا إياها 100%، أو إحنا نعطيهم معنويات 100%، نقول لهم يعني مثلا نقول لهم روحوا خلاص إحنا وراكم خلاص هسه بس تصلون هناك تتحررون إحنا نروح نصير مكانكم. فكنا أحيانا القرى أحيانا يكون ما موجودة عالم أو ناس ما يكونوا موجودين بيها، فأحيانا تجي علينا مدنية مو يكونون احيانا يكونون قاعدين بالاشواء بالفلا يكونون موجودين، احيانا يجي علينا يقول نقدر نرجع نقدر شيء، مثلا احنا نعطيهم
نأمن لهم المنطقة كألغام، دواعش يروحون يخلون البيوت المفخخة، أحيانا نأمن المنطقة اللي موجودين بيها. فتجي ناس تقول لنا خيو نقدر نرجع ما نقدر نرجع. أحيانا نعطيهم يعني نقول لهم إن شاء الله مثلا اليوم بكرة، نعطيهم أمل إنه يرجع، يعني في أمل إنه ترجع على هالمنطقة هاي، بس تكون إنه نظيفة، يعني لا يكون بها مثلا ذآخر تريد تنفجر أو بيوت مفخخة أو شيء، يعني خليه إنه يكون المنطقة تكون آمنة. فتجي علينا وناس نقول لهم خيو مثلا اليوم تعالوا على البيت هذا يكون ما في شيء ارجع عليه. نأمن لهم مثلا، نأمن لهم مواد غذائية ونقول لهم جيبوا معاكم، احنا نأمن لهم مواد غذائية، مي، أكل. يعني حتى أحيانا يكون البيت المخرب، أحيانا يكون الدعش بيه يكون مخربه أو شيء، نعطيهم مجال إنه من عندنا طبعا نعطيهم مي، أكل، لباس أو فرش يكون ينامون بيها. ويعني حتى بعدها عاد ناس تقول لناس انه تعالوا ارجعوا، هي معامله غير، معاملتهم غير احسن، انه تعالوا خيو ارجعوا. ناس تامن تقول تعالوا ما في شيء، ما ظل شيء، خلاص راحوا، الخطر اللي كان موجود علينا راح. يعني مثلا لما كنا نكون موجودين بالقرية، نكون موجود بيها، أحيانا يصير انتسابات جديدة، نعطيهم شوي تدريبات شلون نعطيهم شلون إنه يظلون موجودين. فإحنا ننتقل لغير منطقة، نروح نمشي غير لمنطقة نكون محررة، نروح كمان نكون موجودين بيها. يصير انضمامات، فنعلمهم شلون يقودون المنطقة اللي موجودين بيها، شلون يأمنون المنطقة، شلون يأمنون البيت، شلون يتعاملون مع الناس، شلون رجعتهم. يعني هم نفسهم أهل المنطقة يجون إنه شلون يوصلون الناس اللي منهم مثلا إجوا انتسبوا إجوا لعندنا مثلا، خلاص إحنا هاي إحنا نكون إن خبرة أكثر نروح على غير منطقة. فكنا لما ينضمون طبعا نعلمهم انه كيف الحواجز كيف تصير كيف هاي، بعدين نروح على المنطقه الثانيه. لسه ما طبعا ما تحررت انه منبج بشكل عام، فنروح نتقدم لقدام. طبعا قصد تروح تقدم تحرر واحنا نروح وراهم. طبعا إن خبره اكثر من الرفقات اللي ينتسبون جديد. فلما نأمن المنطقه تجي يصير انضمامات، طبعا في رفاق يبعثوا لنا اياهم نعلمهم، نكون الا نحرر مثلا منطقه يكونون موجودين بها، يعرفون انه كيف يتعاملون مع الناس، كيف يوصلون يأمنون البيوت. فاحنا نروح لقدام الا تتحرر هاي، فيصير انضمامات، فيبعثون علينا رفقات ثانيين، فنعلمهم انه كيف يمشون الامر. فلهيك لا خلصت طبعا منبج كامل تحررت، فصارت عاد في انضمامات. صارت حملة الرقة، صارت طلبت منا حملة انه نوصل نروح على الرقة. صارت في تحارير بالرقة ضيع طبعا قبل ما نصل المدينة، طلب منا نروح. فنتعامل مثل ما ذكرت، نتعامل مع الناس كما تعاملنا معهم بمنبج، ناخذ معنويات من رفقاتنا بقصد. فانتقلنا على مرحلة انه تحررت المنطقة اللي كنا بيها.
لما حررت رفقاتنا قوات قسد، طبعا احنا علينا التمشيط، علينا تأمين المناطق، تأمين البيوت، استفسار انه هذا كان خلايا او لا، او بس ما نكون انه فظين، او نكون في إن رفقات يعني يقولون لنا هذا داعشي أو هذا خلايا أو شيء. فانتقلنا على منطقة يقولوا لها الصناعة بالرقة، فصرنا إحنا أخذنا الحي هاي والقصة كانت قدامنا، فكنا قاعدين، فما كان في شيء، أمنا المنطقة، قعدنا شوي طبعا نرتاح، تا انه بما يجينا انه رفقات ثانيين ياخذون مكاننا. فقبل غياب الشمس تقريبا بشي ساعة اجانا صاروخ من الدواعش، هي خلية كانت طبعا، ما حد كان لما تصير هاي ما كانت انه فورا انه نعرف هذا خلية او هذا داعشي او هاي، طبعا راح نكون هاي تكون بعدين تكون في ان رفقات هم يقولون لنا هذول كذا او هذا ناس تقولنا انه هذول دواعش او لا. فاجانا صاروخ، طبعا ضربنا بالغرفة، فأنا غبت عن الوعي تقريبا شي ساعة. فضررت ايدي، حرق ايدي ووصلت البتر طبعا. لما ضرر جسمي وشي طبعا ما كنت واعي النفسي ايش صابني او شي، ف فقت على حالي. طبعا كنا ثالث طابق، في ناس تسعف وشي، ما وصلوا انه الاسعافي، بس قمت انا صحيت، فقمت نزلت، شفت الرفقات قاعد يسعفون رفقاتنا، ف سعفوني، وصلت المشفى، قالوا لي طبعا يحكون معي ايش صار معك ايش صار معك. طبعا قمت احكي لهم ايش صار معي، بعدين غبت عن الوعي، فوصلوني المشفى، ظلت تقريبا بالمشفى يومين ثلاثة، بعدين أخذوني على الشام. يعني أنا شفت رفقات عندهم إصابات، يعني أعطوني أمل إنه أنا أقدر أقوم، أعطوني أمل، وأنا أعطيتهم أمل كمان إنه أقدر أساعد نفسي، أساعد أقوم، أرجع لعملي، أرجع بين المجتمع، يعطوني نظرة غير، أمل. قلت انه اروح انه في علاج كمان، رحت لحلب وتعرفت على رفقات بحلب كمان زاد، كانوا معي كعلاج، كترميم، كهالتشوه هذا شويتا، يعطوني معنويات انه يقول عادي، حتى انه صارت معنوياتي اكثر لما تزوجت بعد الاصابه، يعني تزوجت اعطتني معنويات اكثر، انه لسه علي انه إلي أمل إنه بالحياة، يعني إلي أمل. يعني كانوا متعاقدين إنه كلنا أنا استشهدت، بس لما إجيت فرحوا وشافوني، يعني حتى شافوني واعطوني معنويات، قالوا الحمد لله ان ما بيك شيء، وان شاء الله تقوم وترجع على دوامك، حتى اعطوني معنويات، خلوني اصير احسن واحسن، يعني حتى بالعلاج قام يستقبل جسمي اكثر، لما تكون معنوياتي كويسه حتى العلاج قام ياخذ معي اكثر واكثر، يعني حتى بعدها ظليت فترة بالبيت ما أقدر أقوم على رجلي شوي من الإصابة. فلما قمت
اهلي كيفوا اكثر واكثر، وانا ارتاحيت نفسيا لما قمت على رجلي ووقفت وقمت اروح وارجع. يعني معنوياتي صارت اكثر من لما تصاوبت كانت طبعا معنوياتي صفر. فلما قمت يعني معنوياتي صارت اكثر واكثر، اقوى واحسن. اكاديميه شهيد دشتي، فرحنا، فكان حتى في رفقات ما كنت بعرفهم معانا بالبيت الجرحى. لما شفت الرفقات يعني ناس اعطت معنويات الناس، وشفنا دروس انه يعني كانت غايبه عنا هاي الدروس اللي شفناها بالاكاديميه. فتعلمنا اكثر انه كيف تعاملنا مع الناس، كيف الدروس تعطينا معنويات، نتفائل بالحياه، تعاملنا مع الناس. كان طبعا هاي خاصة بس لرفقات الجرحى. شفت رفقاتي اللي رايحة عينه، اللي رايحة ايده رجله، اللي على الكرسي. يعني حتى انا اعطيهم معنويات وهم يعطوني معنويات. كيف معنوياتنا صارت يعني احيانا لما واحد يقوم من اصابته تكون معنوياته شوي تعبانه او النفسيه تعبانه، احنا نكون يعني ناس تعطينا رفقات، نعطي رفقاتنا بعض يعني معنويات، تصير معنوياتنا عاليه. احيانا نقعد نمزح، هذا كيف انت مثلا نحكي عن بعض انه انا كيف كنت اشتغل، او كيف انضميت، او كيف لما كنا بالجبهات كيف نسوي، كيف نضحك مع الرفقات، كيف نمزح معاهم. يعني نحكي ذكريات يعني كانت عندنا، يعني ناخذ كلامهم وكلامي، مناقشات، كيف بدك تسوي، كيف بدك لما ترجع على عملك، شو بدك تصير، شو بدك تعمل، شو بدك تقدم لهالمنطقة اللي انت موجود فيها. حتى احيانا كانت بشغلات غايبة عنا، يعني كيف التعامل مع المرأة، او الدروس اللي كنا ناخذها عن المجتمع. كيف الكومينيات نكون ايد واحده، مثلا بقريه نكون قومي، ناس تشاركيه، ما بي انه مثلا عرقيات، او هذا مثلا كمقصد كلام انه هذا مسيحي او هذا كردي او هذا عربي، او يعني ما بي انه تفرق بين المجتمع. قبل ما كنا يعني حتى شفنا رفقات باليبجة والقوات الأمن الداخلي كانت تطلع معنا بال مثلا بالتحرير، أو كانت بالجبهة. يعني حتى كانت يعني أحيانا في مجتمع عربي إنه ما يخلون المرأة إنه معيبة أو تطلع أو شيء. تغيرت عندي النظرة إنه يعني المرأة قامت تطلع، تقدر تشيل سلاح، لها دور بارز يعني بالحياة. حتى إنه أخذنا هالنهج هذا من فكر القائد، يعني كان عنده فكرة مستقبلية لقدام، انه المرأة لها دور بارز بالمجتمع، انه اعطاها دورها، اعطاها كحرور ككلام، انه القائد اعطانا ككلام نقدر نقوله، نقدر نتكلم عنه، ناخذ حريتنا بالكلام. رحت أكثر من مرة على أكاديمية شهيد دشتي، رحت مرة ومرتين وثلاثة وشفت فيها تدريب. يعني أحياناً نطلب التدريب، وشفت يعني كل ما ينقصنا شغلة نروح للتدريب، إنه نكون شوي إنه مجال، نكون يعطونا معنويات قبل التخريج، إنه لما تروح على عمل تكون ناجح به، أو تكون مستلم، وتكون قيادة أفضل، يعني تكون تقود هالمنطقة الموجود بيها، أو إنه تلاشى أو تتبعد عن إصابتك، إنه تكون إنه إصاب والله ما أقدر أو ما أقدر أسوي. لأنه شفت رفقات أكثريتها
اصاباتها نفس اصاباتنا، انه على عملها تكون موجود، بيكون بعمله موجود، يعني انه روح فبعد ما تخرجنا سوينا طبعا حفله وجت رفقات من برا واعطونا معنويات اكثر انه تخرجتوا وراح تروحون على عمل تمارسون بعملكم، وما تكون انه الاصابه تكون اعاقه لك انه ما تقدم لقدام او شيء تستفيد به الشعب وانت والمكون الموجود بالمنطقه. يعني اتمنى انه ترجع سوريا بامان، تكون بامان، لا نكون بخوف انه ضرب او معارك او سفك دماء. يعني احنا نريد نرجع سوريا تكون بامنه امينه، يعني نقدر نطلع بكيفنا نمشي ما نخاف مثلا اجانا هذا او اجانا هذا. يعني القائد هو كان مناره لنا، يعني عرف انه ايش اكون او ايش وجودي، وانه كيف اتعامل مع الناس، مع الموجودين معانا.